النهارده احنا رايحين متحف الحضارات ومع تيم إرشادي، والمعلومات اللي هعرفها هقولها لكم. شفنا المكان ده واحنا رايحين نركب. تعالوا بقى نكتشف حاجات الفخد دي. ايه ده، الله شكلها حلو قوي. الجمل ده بالله واو، كل حيوانات الغابة موجودة هنا. بصي دي اهو الأسد وقدامك الأسد اهو، والجمل والبتاع ده ابو قردين. فين ابو ايه ده؟ وفي هناك اهي ببغان ده، ولا مش عارفه هو ايه، هو قرد. ايه ده؟ هناك دي اللي واقفه. شفتها سلاحف النينجا. روح اصورك جنبها. تعالوا اقف هنا صور. تعالي بقى هنا. هو لسه مسيط اصلا. نعرف في هناك حاجات حلوه. اقف جنب العضله دي كده اصور. اقعي بقى اقعي، يلا. Por isso eles pensaram para conservar os corpos, mumificar. E como mumificam, um processo muito complicado, porque no Antigo Egito já teve uma sabedoria gratuita. Eles já sabiam como suceder quando estava. Um buraco pequeno ao lado esquerdo. دي واحدة صينية عطتني ده ستيكر. ودي تماثيل لأسرى كانوا بيعملوها بخامات رديئة. ودي أدوات تجميل، فيها بقى صناديق بيحط فيها الحاجات ومشط وكحل ومرايات، يعني فيها حاجات كده كانوا بيستخدمها الملكات. وده تمثال لنيوبي، اعتبرها اليونانية رمز للعلم والمعرفة. لا هو في يجي لنيوبي.
الحلي والذهب هي قابلتها كانت ايه؟ كنز دش. دش؟ كانت بتستحمى بالدهب؟ يا بنتي هي اسمها دش. قبة كنيسة 16,262 واو. ودي ايه برضه؟ شرقية. ودي كسوة الكعبة. وده المحمل ده بيحمل هودج، والهودج جواه علبتين من فضة جواهم مصحفين. بدأت عادة الاحتفال بخروج المحمل إلى مكة المكرمة في عهد السلطانة شجرة در. وبعد ما المحمل ده بيطلع بعديه على طول المحمل اللي فيه كسوة الكعبة. ودي سجادة عتيقة من الحضارة الإسلامية القديمة. بيت مين؟ بصي هنا في بيبان. قصر. في بيبان هنا. أنا خايفة أفتح طبعا. لا مش بيتفتح. ايوه السلطان حسن. ايوه ما احنا رحنا. طايس يعني ايه طاية بالانجلش؟ هات. الله. بأشكال هو ده مختلفة. طيب ازاي كان بيركب فيه بشر كده؟ decorations اللي عليها في حاجات كتيرة جدا منهم تعتبر. وده الملك عشان دوت اللي قاعد على الكرسي، واللي وراه ده بيعمل ايه؟ ودي خيمة الأميرة. الجبل كان بيشيل ازاي الخيمة دي؟ ما كانش بيشيلها. دي خيمة لما الملكة تكون مسافرة تكون جواها. لا خيمة بتتحط في الأرض. في الأرض؟ طب ايه ده؟ مش عارفة والله. نفسي اعرف ما بيكتبوش ليه. وده تمثال مصغر لأبو الهول الموجود في الأهرامات. طبعا راس إنسان وجسمه جسم أسد بيدل على القوة. وده إخناتون، وده النشيد بتاعه. السماء تشرق الأفق فإن الأرض تصير زاهية، وعندما تضيف النهار كآتون فإنك تبدو الظلم بعيدا، وحينما ترسل إشاعتك كان اللي فيه الكل ده كان مثلث سماوي مثلث سماوي. وده الخديوي إسماعيل. شهدت مصر في عهد الخديوي إسماعيل نهضة حضارية كبيرة. اتبنى في عهده قصر عابدين علشان يبقى مقر للحكم بدلا من قلعة صلاح الدين الأيوبي. طبعا قصر عابدين والقلعة رحناهم من قبل كده لو عاوزين تشوفوا الفيديو. وده كان وصف الطابق الأول من المتحف. وهنا بقى الحاجات المومياوات اللي كانت تحت عشان التصوير تحت ممنوع. أنا مشفتش البتاع ده تحت. شفنا كله. كنا لازم شفنا نفرتيتي. مشفتش ده ولا شفت نفرتيتي أصلا. دي موميا قاعدة على السرير. والطابق اللي تحت الأرض كان ممنوع التصوير فيه. وطبعا الطابق اللي تحت الأرض هو أساس المتحف عشان المتحف مشهور بمتحف المومياوات. والطابق اللي تحت الأرض بقى كله مومياوات لكل الملوك. لكن أنا ما شفتش الملكة نفرتيتي. شفت حتشبسوت وشفت كذا ملك. تحتمس بقى لحد تحتمس التاسع. الملوك اللي شفت تماثيلها في المتحف المصري شفت المومياوات بتاعتها هنا. مش عارفة. انا جيت هنا كنت موجود. وكده
كانت رحلتنا. ودي بقى حديقة المتحف، كان شكلها جميل قوي، وكان في حديقة تحت اجمل منها لكن ما فيهاش نزول، ملهاش نزول خالص يعني. حاساه مكان بسين قوي، حاساه الناس ينفع تصيف فيه. فما تنسوش بقى تعملوا اشتراك ولايك، والسلام عليكم. اللقطة دي وهي بتصورك بالتليفون. واحد